بسم الله الرحمن الرحيم. ما على هذا اتبعتك. وانش تخوي نوري نال سيرفي استابعي تبوكو نجبو في تشتي الشراب بيجي أعرابي. وجاء رجل من العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زلكي إسلامكي فان عربي شولي جوانات بن بدوي هاتن بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به إيماناني واتبعه تابعيه فقال أهاجر معك وازب ترى ورم فأوصى به بعض أصحابه. طب إجا سوسياتا وكل إنك أصحابي أخو يعني يقول مقاتبا. فلما كانت غزوة خيبر وقت حرب خيبر يجيبوا غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. رسول الله طبيعي غنيمة قرد نوري فأقسمه له بارد طاوش وكان يرعى ظهرهم أوجي حيوان ميواني وأنا أذكر الجيران. فلما جاء دفعوه إليه وقت هضانك أصحاب يقول ياش باراتيه فقال ما هذا قلت شيء قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك يا رسول الله اشترى أو كذي أيدي كذي فأخذه قرد فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم بأطمع رسول الله فقال ما هذا يا رسول الله وأبيات شيء قال قسم قسمته لك وبارك يم ضايته. قال ما على هذا اتبعتك ونجب يا تابعي نجب بمالي تابعته ولكن اتبعتك على أن أرمها هنا استابعته ودفرام دور اليقسم شارت بالقرقا خبر يعني در المكبة بسامين يعني بيم آفيتن بالتلكي تقرقا مدا فأبو تاز بمر فأدخل الجنة هم جنتي نوري. فقال إن تصدق الله يصدقك أجل خدا را راست بي خدا يشترى راست بي ويش أخي يعني تيوري تي شيء كذي. ثم نهضوا إلى قتال العدو رابون بار شر دجمن فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فأتي به يعني شاسكي هذا أني بار رسول الله وبشتيبه فقال هو رسول الله وياي قالوا نعم قلت نعم قال صدق الله فصدقه خدا را راست بود برات خشيت كذا خدايش بير راست دركت يعني خدايش بير راستي كر يعني وش يتخصني. فكفانه النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته رسول جبهه خشيت كفان ثم قدمه بدابش فصلى عليه ميستر المشكل وكان من دعائه له يكش دعاء أبو اللهم هذا عبدته خرج مهاجرا في سبيلك دركتيا مهاجر دريات دا قتل شهيدا شهيد هاتي كشتن وأنا عليه شهيد شادي. شرط البقاء في خيبر شرط معاناة خيبر دا يهودي. وافتتحت الحصون حصن بعد حصن. طيب هات فتح كلمة افتتحت الحصون هات قلعة هات فتح كلمة قلعة كي بشتي قلعة كي بعد قتال وحصار دام أيام طيب بشتي شركي وأبلغكي شندرو طوامكر حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح طيب رسول الله صلحي خستن وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رسول الله خيبر داوان خيبر ويجي داوان على أن لهم الشطر من كل زرع وثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقره لسر كل نيفي شهر أو شهر تشنداني يعني قال من مش دواري وشهر فيكي نيفي جوان را نيفي رسول الله أبياش حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوازون بيله وقت نخوازجي جوان مسيل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث إليه عبد الله بن رواحة رسول الله حضرت عبد الله بن رواحة شان جموان فيخرس عليهم أو تكر حساب تكر خرس يعني هو مرميزة كتخمين بكبج أو خاص برداية ويجعل ذلك نصفين تكر نيفي فيخيرهم أن يأخذوا أي مشهد دو أوقا في نيفي أفن في أوقا نيفي وكيش فرات ذكرين بقرين فيقولون بهذا قامت السماوات والأرض قوتن بذياء أرض أصلا البيهام عادلية عدالتك محاولة أثيمة اليهود شاباكي بيس يهوديا. وفي هذه الغزوة في شردة سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تشجع كده أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية هدية كجرا زينب قيزة حارس يهودي بلقى يهودي امرأة سلام بن مشكم اللي هو ميرخاسي وانبو جناوي بو إجا هدية كشاة مشوية قد سمتها حيوانك أو كباب كري جات أو خصبيكي زي خصبيكي وسأل سؤال كل وأي اللحم يحب إليه كي جاء قوش تهار صلاجي حسكه فقالوا الذراع قوتش بيل حسكه بيل يبيش فأكثرت من السم في زراعة تهازي ذا خصبه فلما انتهش من ذراعه وقت رسول الله زراعة حيوان جيكير أخبره الذراع بأنه مسموم أو قوشكو أز بجعريمه فلا فضل أكل رسول الله قاضي. وجمع اليهود يهودي توب ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه هو نجم راس بيش صادقية صادقين اللي يعني
هل أنتم صادقية ونجم تشكي ترانسبيشن أجل السؤال بكم تشكي شوي سؤال بكم قالوا نعم قلت إيه قال أجعلتم في هذه شاة سمة هو كل ذي حيوان وجهيل خستيكي قالوا نعم قلت إيه قال فما حلنا لكم على ذلك يقول شيء سوق وكر سرديا قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وما خاصك أجيت من الراس بيش قوم يشتري الحق راس وإن كنت نبيا قلت في غبت لم يترك ذات نزرا نادته وجيء بالمرأة بيدك خطأنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب پیغمبر فقالت أردت قتلك بيدك يقول خاص استبكشم فقال ما كان الله ليسلطك علي وذات مصلته مسر مناك قالوا ألا نقتلها إجا رسول الله قلت لهم بيبكش صحابي أقول قال لا قلنا ولم يتعرض لها رسول الله قرشم شيء بنب ولم يعاقبها وجزاج نكر ولم يقتل ونكشت أولا إلى باشتا صلى الله عليه وسلم فلما مات بشر بن البراء رسول الله بشر يقاربه بشر كري براء بن معرور الذي أكل من هذه الدراع أو في ذراع يقاربه وقت أمر قتلها إجا رسول الله قلت قصاص قصاص بجبو قصاص يكشي وصل يجبوك زي دابوي وينكش فتوح ومغانم فتح وغنيمة وبعد ما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر خيبر بشر رسول الله درما خيبر قدان انصرف إلى فدك شو فدك ثم جاء إلى وادي القرى وادي القرى ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام خلقي دعوة تبع الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا جوانا وأجوا المسلمين بذن أحرسوا أموالهم من أموالهم محافظة بكن وحقنوا دماءهم من أخوانهم محافظة بكن وحساب على الله حساب يجب أيدي خدا وعطى اليهود من غد ما بأيديهم دا يهوديا تابع روادني تشوف ده سواندا بدوار وغنم المسلمون أموالا نوري مسلمان كبار غنيمة كانوا وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصاب على أصحابه طيب شيء الرسول قلت جاء تقسيم جسد أصحابي يقول تمام بوادي القرى وترك الأرض والنخل بيد اليهود طبي أو أرضي أراضي ودار خرمات تس يهوديا هيش وعملهم عليها معاملة كتبود يعني من أوقع بالدنيا أوقع جيش ورا فهمتي؟ ولما بلغ يهود تيما ما واطى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر وفدك ووادي القرى وقت جيشت يهودية تيما نبيجيكيه شيء موافقات كل مسري يعني الله شميش بمسري الرسول صلى الله عليه وسلم سر أهل خيبر وفدك ووادي القرى أو كشيكل بو هفاتنا وكشيكل بو صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحي برسول الله لكن فاناش أو تيمايش وأقاموا أموالهم قدام مالي خدامات وصرف الرسول صلى الله عليه وسلم راجع المدينة الرسول شو مدينة أم خوين واجي عمرة القضاء جاك صلاة نبي فينا عمرية عمرة قضاء ولما كان العام المقبل وقت صلاة هات وذلك في سنة 7 صلاة حفته هجريبو قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون بتشون رسول المسلمان وخلى قريش بينه وبين مكة ويسير بسكرين المكي وأخفلوا بيوتهم مالهم قباطهم وطلعوا على الجبل ذا كان سرتشيا وأقام بمكة 3 وصل مكي سير روما واعتمر عمرك وهو قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق رب عالمي شبه خبر يقرأ خوناوي بحقي أوكر راس درخست يتقوي هريا لتدخلن المسجد الحرام ونبكى المسجد الحرام يخونا أبو إن شاء الله خونا رسول الله إن شاء الله وآمنين بأمنيات محلقين رؤوسكم بوريخشيكن يعني شبني ومقصية ونكن لا تخافون وننكرسن فعلم ما لم تعلموا خدا ظنت شيكو نزانا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بشتفاش فتحكي نزيك شيكي دي ذات المكة بشيوهاته فتحكت مفهوم؟ بس التنافس في حضانة البيت يرشا لحضانة بيتي ذا يعني وهد جو أزل بيتي شيء في حضانة البنت يعني يعني شوي يعني يرشا خيكرنا في زيادة إذا خيسك هات يا ربيش وقد تغيرت النفوس والعقول طابي دقش بقول روح وعقل بتأثير الإسلامي بتأثير إسلامي بأتكيا إسلامي بندورة إسلامي تغيرا عظيما بدكشفونك مثل فعادت البنت التي جرت عادة ودها في الجاهلية حبيبة جريا أو قيزكا فابتدي عادتي وبساقيب كن بني عردي محبوب بالجاهلية دا جي حس كرين يتنافس في كفالته وتربيته المسلمون جات كتن يارشي وكفالته وتربيته دا مسلمان أو تقول أزي يخيك أو تقول أزي يخيك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة وقت خلص الله خش مكة دري تبعته أمام ابنة حمزة دوهات ماما قزا حمزة تنادي يا عم يا عم لازم تكون أبو فتناولها علي رضي الله عنه حزت علي ويقرت فأخذ بيدها بدستي ويقرت وقال لفاطمة عليه السلام حزت فاطمة رجو دونك ابنة عمك يعني خذ ابنة عمك وقزا أبي خذ بكره فحملتها
ويقرت. فاختص